كيف تحب الحوار؟ من يبدأ بالسؤال، أنا ولا أنت؟ زي ما تحب. إذا تحب أبلش بسؤال أنا عادي، وإذا تحب أنت بلش كمان عادي. طيب. تفضل اطرح سؤالك. سؤالي هو ليس سؤال ببداية عشان يكون واضح، هو استفسار، بعدين عشان على أساس الاستفسار أبني السؤال. نعم. هل القرآن كلام الله محفوظ؟ نعم بكل تأكيد. طيب، والإنجيل والتوراة هل هي كلام الله؟ الأصل الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى، أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى التوراة، وأنزل على سيدنا عيسى الإنجيل. ولكن بعد رفع سيدنا عيسى ووفاة سيدنا موسى تم تبديل وتحريف هذه الكتب، تحرفت هذه الكتب. أنا عارف أنها محرفة يعني حسب عقيدتك، لكن هو السؤال عفوا، الأوضح على عشان فكرة، يكون هو سؤالي. لو سمحت، تفضل. على فكرة ليس حسب عقيدتي فقط، أنا ممكن أتيك الآن بمصادر نصرانية تعترف بالتحريف. مش مشكلة، حنتطرق لهالموضوع، لكن هو بس الآن أريك شيئا من واحدا، منطلق إني ممكن تسمح أتكلم لي في أريك عقيدتك. أريك شيئا واحدا. تفضل تفضل. تفضل. شكرا. هل ترى هذا الكتاب الذي أمامك؟ هذه الصفحة تراها؟ أستاذ بيتر. أراها لكن ليست واضحة. ليست واضحة؟ بالضبط. طيب، تقدر تستطيع قراءتها؟ لا، الحروف مغوشة أو مشوشة. يمكن الإنترنت عندك ضعيف. جايز، مش متأكد. الإنترنت عندي ليس بالحالة الجيدة. طيب، ما زالت مشوشة إلى الآن؟ ممكن تعطيني المصدر أقرأ عليه على أساسه. من وين طيب، تقرأ أنا حضرتك؟ سأقرأ لك الكلام. هنا هذا كتاب ألفه مجموعة من علماء النصارى في لبنان. تمام؟ انظر ماذا يقولون في صفحة 428. في هذا الرقم هنا يتكلم عن نص يقول: اصعدوا أنتم إلى العيد ولن أصعد أنا إليه، فوقتي لم يتم. هذا رقم 8. بلا أعرف هذا النص قارئ. ايه، انظر إلى هامش رقم 8. ما أدري اتضحت الصورة أمامك ولا لا. هامش رقم 8. إلى الآن لم تتضح الصورة، لكن جالس أستمع له. طيب، في هامش رقم 8 ماذا يقولون هنا؟ يقولون: وهي تحريف ناسخ. آية، يا ريت تكون واضحة. وهي تحريف ناسخ. تمام؟ هنا يقول ليدفع تهمة الجبن عن يسوع. من هذا الكتاب؟ من ألفه؟ تعال شوف المقدمة هنا. هنا المقدمة: كلية اللاهوت الحبرية، جامعة الروح القدس الكسليك في لبنان. هذه الجامعة أصدرتها كلية لاهوتية. وهذه صورة الغلاف، الجزء الأول طبعا. يعني ليس المسلمين وحدهم من يقولون بالتحريف، في اعتراف كذلك، وهذا غيض من فيض. يعني هذه بس مصدر واحد، أنا أتيك ممكن بعشرات المصادر والمخطوطات يعني ممكن. ونحن إذا تحب أنوه عن نقطة إذا ممكن، إذا تحب. نعم أسمعك، تفضل. نحن عندنا شيء اسمه الكتاب المقدس. كل العهد الجديد في لغة كتب، والعهد القديم كتب في لغة. والآن نحن لما نحتاج في نص وين نرجع؟
ترجع للنص الأصلي. فحضرتك تصير إشكاليات في الترجمة، مش مشكلة، هذا ليس تحريف، لكن الفكرة أنه النص الأصلي والمخطوطات الأصلية موجودة. انتهيت من كلامك يا أستاذ؟ أستاذ انتهيت من كلامك؟ ما سمعتك شو قلت. انتهيت من كلامك؟ انتهيت عشان قلت لك اوضح نقطة. انت الان ماشي. عندك كتابك بالعربي، طيب لكن لو ترجم الى اللغات الغير عربية اكيد حيصير فيه اشكال في انه هناك كلمات عربية غير موجودة في اللغات الباقية، جميل. فهذا ليس جميل. تحريف، هذا تمام. أولا يا أستاذ بيتر، أنت قلت نعود إلى النص الأصلي. يا ليت لنا أن نعود إلى النص الأصلي، لكن للأسف النص الأصلي لكتابك قد ضاع. النسخ الأصلية كلها ضائعة، ولست أنا من أقول هذا الكلام. اعذرني، يعني لست أنا من أقول هذا الكلام. هذا الكلام ورد في كتاب اسمه وحي الكتاب المقدس. دعني أريك. هذا هو الكتاب، وحي الكتاب المقدس، المؤلف يوسف رياض. شوف في صفحة 63 واضحة أمامك الشاشة؟ ايضا بطبيعة الحال ليست واضحة، لكن تفضل طرح. طيب 63 صفحة 63 تحت عنوان ماذا يقول؟ يقول ضياع النسخ الأصلية. ثم يقول: أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية المكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم، فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. ثم يقول تحت هنا: على أن الدارس الفاهم لا يستغرب لهذا قط. صفحة 63. هو هذا رأيه، وأحترم رأيه أنا جيدا، لكن الفكرة والمنطق الواضح أنه عندكم شيء اسمه البينة على من ادعى، صح ولا خطأ؟ هذا لا موجود منطق عندكم. أقول لك شيئا يا لا ما هو عشان أوضح النقطة أستاذ غالي. تفضل. حضرتك طلعت مصدر وطلعت كتاب، أنا الكتاب صدقا ما أعرفه، صاحب الكتاب أيضا لا أعرفه، لكن الفكرة تكمن هنا أنه حتى كفن السيد المسيح موجود الآن في تورينو، وموجود النسخ الأصلية والمخطوطات بلغاتها الأصلية وبالكتبة الأصليين، وإذا عرفت تثبت عكس هذا تفضل. لكن أنا راح أجيب لك أيضا مصادر ليست يعني فقط أنت، أنا أتكلم إلى هذا. لكن هناك نقطة أستاذي، نحن ابتعدنا عن السؤال. لا عفوا، أنا أحتاج إلى تعليق على هذه النقطة. عفوا، هذه نقطة مهمة جدا. لا حاعطيك مجال تعلق، لكن ركز انه ابتعدنا عن عليها حتى ما نخرج منها وبعدين تقول ما عندك. شوف يا أستاذ بيتر، أولا هذا كلام ليس كلام القس يوسف رياض وحده، هذا أمر عليه إجماع من علماء النقد النصي وغير علماء النقد النصي. لن تجد عالما واحدا محترم يعرف علمه وتخصصه جيدا من علماء النصارى يقول أن النسخ الأصلية ما ضاعت. أنا لا أريد أن أقول لك أتحداك وهذا الكلام لأنك أنت رجل محترم وكذا، لكن أنا أطالبك أن تذهب وتسأل أي عالم نصراني تثق فيه، قل له: هل النسخ الأصلية للكتاب المقدس ضاعت أم ما زالت موجودة؟ واسمع ماذا سيقول لك. اسمع ماذا سيقول لك. قطعا ولا شك سيقول لك قد ضاعت، لا يوجد بين أيدينا الآن نسخة أصلية. وهات لنا يا أستاذ بيتر إذا أنت تملك النسخة الأصلية للكتاب المقدس فحبذا أن تقدمها لنا. أما بالنسبة للقرآن الكريم، أولا القرآن الكريم لا يترجم، بالمناسبة لا يترجم إلى لغات أخرى، والتراجم الموجودة
في لغات أخرى، هذه ليست ترجمة للقرآن الكريم، وإنما هذه ترجمة لتفسير القرآن الكريم، ترجمة معاني القرآن الكريم، مش ترجمة قرآن كريم. القرآن الكريم واحد باللغة العربية، لغته الأصلية التي لا تزال محفوظة وستظل محفوظة إلى يوم القيامة فقط. أما ما يوجد باللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية واللغة الفرنسية واللغات الأخرى كلها، فإن هذه ترجمة لتفسير القرآن الكريم وليس القرآن الكريم. أما مسألة فقدان النسخ الأصلية هذا عليه إجماع كما قلت لك. بعدين أنا أتيتك بالمصادر يا أستاذ، أنا أتيتك الآن بمصدر واحد وأقول لك هذا إجماع وأنا أعي ما أقول، وأنت تفضل هات لنا النسخة الأصلية. أما بالنسبة لكفن المسيح وكذا، أصلا لا يوجد دليل أن هذا كفن المسيح. أين الدليل أنه كفنه؟ تفضل. أخذت تعليق حضرتك أستاذنا الغالي، لكن هناك نقطة نحن خرجنا منها عشان نرجع إليها، عشان حضرتك أكمل الطرح تبعي، عشان تطرح أنت طرحك. أنت للآن ما طرحت طرحك، أنت تتكلم في جزئية السؤال. السؤال هو اللي حيرني وسألته لأغلب المسلمين ولا يستطيع الإجابة بجواب منطقي. ركز في جواب منطقي، هم أجابوا لكن الأجوبة الخاصة بهم غير منطقية. الجواب أنه القرآن كلام الله ومحفوظ. طيب الإنجيل أيضا النسخة الأصلية، نفترض نمشي معك على افتراضيتك وعلى عقيدتك أنه ضائع، والتوراة أيضا ضائعة. طيب الله عندك في القرآن يحفظ شيء وينسى شيء، هل هذا صفة الإله؟ زائدا أنا أضيف على كلامي أنه أنا عندي في عقيدتي أنا ما عندي كلام الله لا يضيع، بدليل أنه الكتاب المقدس لو فتحته ستجده من سفر التكوين من العهد القديم إلى مزامير داود إلى كل شيء موجود، يعني كلام الله. حتى استشهد لك في آية: السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. تفضل حضرتك رد على الجزئية. طيب، أولا يا أستاذ بيتر، الله عز وجل لم يتعهد بحفظ كلام التوراة والإنجيل. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى. أنا عندي نصين. عفوا، نتكلم أنا بالناحية الإسلامية، أتكلم الآن من الناحية الإسلامية. تفضل من منظور مسلم. نعم، سأتكلم من الناحية دينك سأتكلم، لكن من ناحية إسلامية لا يوجد نص عندنا لا في القرآن ولا في السنة فيه أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ التوراة والإنجيل من التحريف، بل على العكس تماما، أن الله سبحانه وتعالى أوكل هذه الكتب للرهبان والأحبار. لذلك قال الله عز وجل في سورة المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا الأمر نجده مشابه له في نص في رسالة بولس حين يقول: استؤمنوا على أقوال الله. يعني بولس قالها بكل وضوح أن الكتب المقدسة استأمنها الله عز وجل للناس، أوكل حفظها للناس. حتى بولس يقول بهذا الكلام. أقرأ لك النص الآن في رسالة روميا، رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 3 والعدد 2، يقول: كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. تمام؟ رقم النص أنت أعطيت الإصحاح الثالث، هذا رقم الآية. هذه في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 3 والنص الثاني العدد الثاني، يقول العدد الثاني: أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. يعني شوف، حتى بولس ما قال أن الله عز وجل هو الذي حفظ هذه الكتب، وإنما قال أنهم استؤمنوا على أقوال الله بما استحفظوا من كتاب الله، كما قال في الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة المائدة. هذا الأمر الأول. إذن الله عز وجل لم يتعهد أن يحفظ هذه الكتب. ليه قرأت الآية غلط؟ كيف؟ قرأت الآية خطأ أو قرأتها بجزئيات. لما تطرح آية اطرحها كاملة. أي آية تتكلم؟ عن أي آية؟ أتكلم عن رسالة بولس لأهل روميا. كثيرون جميع الوجوه، أولهم أن الله ائتمن اليهود على أقوالهم. تفضل أستاذ. أقوال الله النص يقول صح، لكن اليهود، ليه حذفت كلمة اليهود؟ أيوة. طيب التوراة كلام من؟ ما أنت بتتكلم عن التوراة والإنجيل.
لا يا أستاذي الغالي، أنا ما فهمت أنت. أنا مو معترض على النص، لا أنا انت معترض أن تتكلم عن حضرتك. التوراة والانجيل الان. طيب اليهود كتابهم التوراة. مركز معي انت ولا لا؟ طيب خليني اكمل بس هذه لا النقطة. لا، أنا مركز معك أستاذي الغالي، لكن أنا عشان يعني لما راح أحتج عليك في مثلا في نص قرآني راح أحضر لك الآية كاملة بدون ما أجتزئ منها نص. تفضل. بل اجتزأت انا. اي الايه التي اجتزأت؟ اي نص الذي اجتزأته؟ أستاذ الغالي، هل ذكرت أن اليهود أم ذكرت كلام الله وسكتت؟ انا لحظة تمام. انت اي نص، اي عدد تقرأ منهم؟ العدد 2، الإصحاح الثالث، رسالة روميا. ايه يقول اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان كثير على كل وجه، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. وين التدليس بالضبط؟ انا تهمني جملة اقوال الله اللي هي الكتب المقدسة. ايش علاقتي انا باليهود؟ ما لي علاقة بهم. انا اريد ان اتكلم عن اقوال الله، والنص يقول اقوال اطرح الله. الآية. أقوال الله، هل ذكر اليهود أم لم يذكرهم؟ طيب ذكرهم. طيب ذكرهم. انا مش فاهم ما وجه الاستدلال هنا. طيب ذكر اليهود، وايش المشكلة يعني؟ انت ماذا أستاذي خرجت الغالي، بهذه الكلمه؟ ماذا خرجت؟ ماذا استفدت انت من يعني أنا قطعي؟ لا لا لو فرضنا اني انا اخفيت كلمه يهودي، مع اني انا اعطيتك النص والعدد والاصحاح والسفر وكذا، فرضنا اني انا قطعت كلمه يهودي، ايش اللي اثر؟ ما الذي اثر؟ ما هو الكلام عن اقوال لا الله. ما نحن اسمع أستاذي، نحن كنا نتكلم في الإنجيل. حضرتك لا مش جبت نص. الانجيل، عفوا قلت التوراه والانجيل. انت قلت ايه، التوراه قلت التوراة والانجيل. والإنجيل، لكن أنت كنت تتكلم في الإنجيل، لا فأنت لا لا تجيب لا نص لا تستدل لا، من اليهود. عفوا هذا الكلام لا أقبله. لا، الحوار مسجل. أنت حضرتك قلت التوراة والإنجيل، فأنا أتكلم هنا عن التوراة. الكلام هنا عن التوراة. أصلا ما كانت مكتوب. الإنجيل لم يكن مكتوبا في زمن بولس بالمناسبة. حتى نص الذي يقول كل الكتاب موحى به من الله، ارجع إلى التفاسير النصرانية كلها تقول العهد القديم. الإنجيل لم يكن مكتوبا في ذلك الوقت. لم يكن مكتوبا. مفاجأة لك هذه ممكن تكون. فالتوراة هي التي كانت موجودة في ذلك الوقت، هي التي كانت موجودة. وأنتم تعتبرون التوراة أقوال الله، واليهود يعتبرونها أقوال الله. فالله أوكل حفظ التوراة لمن؟ للأحبار. ولذلك أنا من سياق كلامي ذكرت لك الأحبار والرهبان. راجع كلامي جيدا حين تراه مسجلا. طيب أكمل بس الرد، أكمل الرد لأني ما أعطيتني فرصة أكمل. إذن الأمر الأول قلنا أن الله سبحانه وتعالى أوكل حفظ هذه الكتب لرجال الدين اليهود والنصارى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله عز وجل حفظ كتابا وهو القرآن الكريم، لأنه خاتم الكتب، ولأن الذي جاء به هو خاتم النبيين، ولأنه رسالة لكل العالمين. أما التوراة والإنجيل كانت رسالة لقوم معينين. أضف إلى ذلك أنها هذه الكتب رسالة في فترة زمنية محدودة، وليس إلى يوم القيامة كما هو الحال مع القرآن الكريم. فالله عز وجل لم يحفظ هذه الكتب وحفظ هذه الكتب. طيب جميل. ستقول لي كيف الله عز وجل يحفظ هذه الكتب ولا يحفظ هذه الكتب؟ أقول لك بكل بساطة شديدة، بكل بساطة شديدة. ركز في جوابي جيدا. أليس هناك أنبياء قتلوا؟ جاوبني يا أستاذ بيتر، في أنبياء قتلوا أم لا؟ من منظورك ولا من منظوري؟ من منظورك أنت. يلا قل أنا منظوري قتلوا، كذلك من منظورك. ما تقدر تنكر هذا الكلام، في نص على هذا. لا، هو من منظوري ايه فيه، لكن من منظورك انت في حتى نحن عندنا 200,000 القرآن الكريم وأعداد يذكر هائلة. أن في أنبياء قتلوا. جميل. يعني في مجموعة أنبياء قتلوا ومجموعة أنبياء لم يقتلوا، صح ولا لا؟ نعم بالضبط. طيب ممكن أسألك الآن لماذا الله حفظ بعض من أنبيائه ولم يحفظ باقي أنبيائه؟ ونفس الشيء لماذا حفظ بعض كتبه ولم يحفظ باقي الكتب الأخرى؟ بالمناسبة أن الأنبياء هم الذين جاءوا بهذه الكتب. يعني صاحب الرسالة نفسه قتل، صاحب الرسالة نفسه قتل. فهل ستنجى الرسالة؟ هل ستنجى الرسالة نفسها؟ طيب في نص جميل جدا صراحة أنا أحب أن أستشهد به، قاله بولس، سأقرأه عليك يعني يرد عليك. أنت حضرتك ماذا قلت؟ قلت لماذا الله عز وجل حفظ كتبا ولم يحفظ الكتب الأخرى، صح ولا لا؟ قلت هكذا بالحرف. طيب
بالضبط. تمام. بولس يجيبك في رسالة روميا الإصحاح 9 والعدد 20 يقول: بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ من أنت حتى تجاوب الله وتقول كيف يحفظ هذا الكتاب ولم يحفظ هذا الكتاب؟ من أنت؟ النص يقول هكذا: بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابرها لماذا صنعتني هكذا؟ يعني الشيء المصنوع هل يقول لصانعه لماذا صنعتني هكذا؟ فأنت نفس الشيء، كيف تجادل الله عز وجل وتقول لماذا حفظت كتابك هذا ولم تحفظ كتابك هذا؟ بولس يرد عليك. إذا بولس يرد عليك ويقول لك لا تجاوب الله عز وجل ولا تجادل الله عز وجل وتقول له لماذا حفظت هذا ولم تحفظ هذا. طيب حضرتك بتتكلم وتقول كيف حرف كلام الله عز وجل، أو كيف يسمح الله سبحانه وتعالى بتحريف كتابه. والعجيب والغريب أن حضرتك تؤمن أن الله سمح بأن يقتل ابنه، بحسب اعتقادك ابن الله قتل، والذي سمح بذلك هو الله عز وجل كما تقول أنت. ثم دعنا من كل هذا، لماذا سمح أو لم يسمح أو كذا. الجثة بين أيدينا الآن، الكتاب بين أيدينا الآن، دعنا نفحص هذا الكتاب ونرى هل هو محرف أم لا. أتيتك الآن باعتراف مجموعة من علماء النصارى أن هذا الكتاب قد تعرض للتحريف. ماذا لو أتيتك بنصوص الآن من داخل هذا الكتاب وأثبت لك أن هذه النصوص مضافة وزائدة ومحرفة من داخل الكتاب الآن أخرجها؟ يعني أنت لماذا تسأل لماذا حفظ الله ولم يحفظ؟ الجثة أمامنا، الجثة ها هي أمامنا، الكتاب ها هو أمامنا، دعنا نفحصه ونتأكد هل هو محرف أم لا. تفضل معك أنا. تريد أن نفحص؟ يا الله جميل. تفضل معك أنا للآخر. حلو. أرد لك على جزئية ابنه لما لم يحفظ أم ما تحتاج؟ كيف؟ أنا كل هذا لا أعتبره شيئا مهما. لماذا؟ لأني أنا الجثة بين يدي الآن، هذا الكتاب بين يدي، لماذا لا نفحصه؟ تمام؟ طيب أنا أسألك سؤالا بس يعني خفيفا يا أستاذ بيتر، ما معنى التحريف أصلا؟ حضرتك تعرف ما معنى التحريف؟ تفضل أنت عرفني، وإذا قلت خطأ راح أصحح. لا معنى التحريف؟ قل لي أنت، لا أنا اللي بتعلم منك، قل لي ما معنى التحريف؟ يعني خلص شال الكتاب وجاء كتاب مكانه ثاني، تبديل كامل. بدليل لو حضرتك تعترف، عشان أعطيك دليل على كلام، لو حضرتك تعترف أنه مبدل فقط ببعض الكلمات أو بعض الأسرار مخفية، لو وجدت أنه القرآن في نص يقول لك مصدقا لما معك من التوراة والإنجيل، أوكي؟ التوراة الحقيقية التي أنزلها الله عز وجل على موسى، والإنجيل الحقيقي الذي أنزله الله بسيط، ليس الذي بين أيديك. هل التوراة والإنجيل لين جئت بهذا التعريف أن كل الكتاب لابد أن يكون محرفا؟ أعطني مجال بس أكمل جزئية وبعدين. كلمة تحريف ما لي علاقة بكتاب ولا غير كتاب، كلمة تحريف بشكل عام. يعني لو قلت لك الآن لا، ما هو طرحت لك طرح كامل، بقت على جزئية بسيطة واحدة فقط، بدليل أنه الأحكام والتشريعات الموجودة في كل الكتب السابقة ما عدا كتابك اللي مدعى به من الله تختلف تماما عن التشريعات الموجودة عند حضرتك. كيف؟ هل أحد عنده تشريع جديد، تشريع بشري بحت، بدليل أين سمح الله؟ أنت ستخرج الآن من موضوع تحريف كتابك إلى القرآن الكريم، يعني هكذا تريد؟ لا، لو سمحت أن تخرج حتى تأتيني بتعريف صحيح للتحريف. ما معنى كلمة تحريف؟ ما تقول لي كل الكتاب تبدل وجاء كتاب واحد غيره. لا، ليس هذا هو تعريف. حضرتك اللي قلت، مش أنا. لا، ما قلت ذلك. ما عمري في حياتي عرفت التحريف. اسمعني، راح ارجع من كلامك، استشهد من كلامك. حضرتك قلت نحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى، والإنجيل الذي بين يديك ليس هو الذي نزل على عيسى، إذن هو مبدل كامل. لحظة، أنا أسألك هل الإنجيل الذي بين يديك نزل نزول من السماء؟
لا، لم ينزل نزول من السماء. خلاص، القرآن الكريم كله يقول الإنجيل أنزل. مصطلح أنزل ليس عندكم أصلا أنتم، ولا تعترفون بذلك أنتم. فإذا القرآن يتكلم عن أكيد إنجيل لم ينزل. غير الإنجيل الذي لم بين ينزل. أيديكم. لكن أنا أسألك عن كلمة تحريف، ما العلاقة عن أنا قلت ذلك تعريف التحريف ما هو؟ ما معنى تحريف؟ لما أقول لك أنت حرفت يعني ماذا فعلت؟ ما يهمني كلمة معنى كلمة تحريف، لأن حضرتك أنت الآن لا تدعي بالتحريف، تدعي أنه الكتاب كله بدل. فإذا التحريف حسب منظور حضرتك أنه الكتاب بدل كامل. يا أستاذي عرفني ما معنى التحريف لو سمحت، ما تخرجنيش في مواضيع أخرى. ما معنى التحريف؟ التحريف ما معناها كلمة تحريف؟ ما معناها؟ تغيير الكلام حسب مفهومي البسيط، وإذا تريد أطلع لك تغيير الكلام، ما في زيادة أخرى أيضا؟ نعم، تغيير الكلام ماشي من بين معاني التحريف صحيح، لكن هل يوجد آخر أيضا تعريف آخر؟ تبديل الكلام. تبديل الكلام يعني كيف؟ يعني إضافة كلام وحذف كلام تقصد؟ بالضبط زي اللي حصل عندك. زي حصل إيش؟ طيب أنا سأثبت لك أن هذا حصل عندك أنت مش عندي أنا. تعال شوف. يلا اثبت وأنا أثبت وراك. يعني التحريف والإضافة، ها؟ حلو. تبديل وليس إضافة. الآن قلت إضافة، التبديل يعني الإضافة، قلت الآن لا تتراجع في كلامك. لا ليس الإضافة، التبديل. قلت لك، حكيت لك إيش معناها تبديل؟ إضافة وحذف. تبديل يعني حضرتك في نص موجود جاء انشال النص ونحط نص مكانه. أيوة، هو هذه الإضافة. هذه الإضافة. هذا ليس إضافة، لا ليس إضافة، هذا تبديل. الإضافة إنه كلام موجود أجي أضيف عليه كلام، في فرق. طيب يعني إضافة كلام على الكلام الموجود أليس تحريفا في اللغة؟ هذا معناه؟ لا، ليس تحريف. أنا عشان أعرف وين راح تروح وعارف كيف راح أرد عليك. تحريف. والدليل أرجع إلى كتاب ألفه عبد المسيح بسيط، وارجع إلى أي كتاب لغة بالمناسبة، أي كتاب مرجع لغوي، ستجد أن معنى التحريف إضافة وزيادة وحذف. لو رجعت إلى كلام حتى القمص عبد المسيح بسيط في كتابه استحالة التحريف والكتاب المقدس، قال إن معنى التحريف هو الإضافة، في صفحة 5 تجد هذا الكلام، هو الإضافة والحذف. الإضافة والحذف، هذا كلام عبد المسيح بسيط، قمص مشهور في الدفاعيات. وأنا أتفق معه، الإضافة والحذف، لكن إذا صار إضافة بدون حذف ليس تحريف. طيب المهم إضافة، لا أنت تعرف من عندك الإضافة والحذف من ضمن التحريف. تعال نشوف كتابك الآن. لا، ماذا يوجد فيه؟ ليس. اسمع قبل. لا مش أنت اللي تعرف لو سمحت. مش أنت اللي تعرف لو سمحت. هذه لغة. هذه لغة لو سمحت يا أخي. لا أستاذ، هذه لغة. خليني أرد عليهم. تعال هنا ماذا يقول؟ هذا نص في إنجيل متى. هذه طبعا هذه الترجمة العربية المشتركة على فكرة، اشترك فيها في ترجمتها الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، الثلاث طوائف اشتركت في ترجمتها، الترجمة العربية المشتركة. ماذا تقول هنا؟ أو المصدر أمامي في إنجيل مرقس الإصحاح 13 العدد 33 يقول: فكونوا على حذر واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يجيء الوقت. تعال إلى هذا رقم 33 صح؟ انزل تحت إلى الهامش 33 ماذا يقول؟ يقول تضيف بعض المخطوطات وصلوا، يعني بعض المخطوطات تقول واسهروا وصلوا، تضيف بعض المخطوطات وصلوا، إذن هذه إضافة، إذن هذا إضافة وليس تبديل. الإضافة من معاني التحريف كما قال عبد المسيح بسيط.